Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien inchallah. Donc la nouvelle vidéo ديالنا اليوم غادي نجاوب على واحد لا كيسيون كتوصلني بزاف سو انستغرام. تيكون بزاف الناس كيسولوا على اشنا هما الحوايج اللي نتبعوا دابا باش اننا نلقاو راسنا من هنا لقدام وصلنا لواحد الريزولتا مزيان. شنو هما العادات اللي نقدروا نتبعوا؟ كاينين الناس اللي كيقراو بزاف الكتوبه، كاين بزاف الكتوبه كيهضروا على العادات، من بينهم العادات السبع الاكثر فعاليه. هذاك الكتاب زوين بزاف الا قريتو غادي تستافدوا بزاف ديال الامور، ولكن انا غادي نهضر على العادات اللي كنت كنطبقهم انا واللي كانوا كينفعوني في تحقيق الاهداف ديالي. يلا نبداو العادات ديالنا. دونك نبداو باول عاده اللي هي عاده الكتابه. كلكم غادي تستغربوا تقولوا لي كيفاش الكتابه. الكتابه دور مهم ودورها كبير بزاف. دونك انا اللي كنصحكم به انكم تبداو كديروا هاد العاده. نشرح لكم كيفاش. اي اوبجيكتيف ولا اي هدف ولا اي فكره كانت عندكم في الدماغ ديالكم حاولوا تكتبوها في ورقه كيف ما كان داك الهدف. فالمهم خربشوا في ديك الورقه وكتبوا الهدف ديالكم. هذه ماشي انا اللي كنصح بها كعاده، وانما كاع الناس اللي كتلقاهم دابا ناجحين ولا واصلين في حياتهم كينصحوا نفس النصيحه ديال انكم ما تبقاوش تخبيو الافكار ديالكم في الدماغ ديالكم. خرجوا الافكار ديالكم في الواقع وكتبوهم في الورق، باش هكا العقل ديالك غيستوعب انك راه صافي، راه ما بقيتيش غي فكره، ما بقاش غا حلم، وانما غيدوز ليطاب الثانيه ديال لاكسيون. كنتمنى تكونوا فهمتوا العاده الاولى وكنتمنى انكم تطبقوها. دونك ندوزو لثاني عاده اللي هي عاده الامتنان، واللي هي كتعني اننا خاصنا نكونوا كنحمدوا الله وكنشكروا على اي حاجه عطاها لينا كيف ما كانت. الحمد لله ونشكروا على الظروف ديالنا، الحمد لله ونشكروا على اي حاجه كيف ما كانت خاصك تحمد وتشكر الله عليها. حينتاش راه كاين بزاف الناس ديما كتلقاهم كيتشكاو من الظروف ديالهم، من المعيشه ديالهم، من كل شيء، بلاص ما يحمدوا الله ويشكروه. حيت سبحان الله ربي فاش كتكون كتحمدو كتشكرو كيعطيك مزيد، كيزيدك على داكشي اللي كان عندك. تاني حاجه عفاكم لي كنصيحه من هاد النقطه هذه انكم ما تبقاوش تقارنوا حياتكم مع حياه الاخرين، وما تبقاوش تقارنوا راسكم مع الناس الاخرين في اي حاجه. ماشي غير كاين الناس اللي كيقارنوا راسهم مع ناس اخرين مثلا عندهم واحد النيفو في القرايه، الا بغيتي تقارن راسك معاه حاول انك تخدم باش تولي احسن منه. تاني ناس كيقارنوا مثلا الظروف الماديه ديالهم مع ظروف ماديه ديال ناس اخرين. هذاك عنده الفلوس انا ما عنديش، دونك انا ما غاديش ندير هادي وما غنديرش هادي. لا، خاصك دير باش يكون عندك الفلوس اللي عند هذاك السيد. تاني حاجه عاوتاني كاين اللي كيقارن راسو من ناحيه مثلا المهم من ناحيه الخلق ديالو، انا لا انا ما زوينش، داك الشخص زوين علاش انا هكا. ما تبقاوش تقارنوا راسكم بشي حد، حين راه المقارنه كتخليك تحس ديما براسك انسان فاشل وانسان ما عندوش قيمه. بلاص ما انك تقارن راسك حمد الله وشكره على كل شيء، وحاول تخدم انك تحسن من هذاك الشيء اللي كيبان لك انت ضعف. وهذه هي ثاني عاده كنتمنى انكم تبداو كتطبقوا فيها. ندوزو لثالث عاده اللي هي البلوز امبورطون بور موا، هي انكم توليو كديروا خطط باش انكم توصلوا للهدف ديالكم. راه ما يمكنش توصلوا لواحد لوبجيكتيف بلا ما كتكونوا كديروا البلانيفيكاسيون ديالكم ولا بلا ما ديروا لو بلان داكسيون ديالكم. شي حاجه لي فريمون امبوسيبل. دونك ضروري انكم ديروا واحد سويفي ديال لي زاكسيون تبعوهم باش توصلوا لواحد لوبجيكتيف معين. نعطيكم باغ اكزامبل، كاين بزاف ديال الناس كيصيفطوا لي سور انستغرام تيقولوا لي سي فو بلي عفاك واش كيفاش نتعلموا مثلا لا لونغ. ماشي كندوي على الفرنسي بالضبط، وانما كنهضر على كاع لي لونغ. دونك باش انك تعلم واحد لا لونغ خاصك او موان دير واحد الساعه ولا 30 مينوت في النهار كتبقى تتعلم فيها يوميا. يعني كل نهار كدير فيه 30 نهار، من بعد نهار غادي تلقى راسك راه النيفو ديالك بدا غادي وكيطلع. وهذا الشيء علاش كنقول لكم ديما ديروا بلان داكسيون، حيت راه قطره بقطره كيعمر الواد، وانت خاصك تبدا دير هذيك القطره بعدا. اما الا ما كنتي كدير والو راه ما غاديش توصل طبعا داك لوبجيكتيف اللي بيتي. دونك هذا فيما يخص العاده الثالثه اللي كنتمنى تاني انكم تطبقوها. حاولوا انكم تاخذوا ورقه وستيلو تقيدوا كاع هاد العادات اللي غنقول لكم، وحاولوا انكم ديروا البلان داكسيون عافاكم، بداو كتطبقوا فيهم باش تشوفوا التغيير.
رابع عادة اللي هي خاصكم تعلموا كيفاش ديروا لا جيستيون فينانسيير وكيفاش تسيروا الاموال ديالكم. دونك بزاف منا كيكون عنده واحد البيدجي ديال المال، ولكن غالبا منا ما كيعرفش يسير الفلوس ديالو، كتلقى راسك كتضيع مثلا الفلوس ديالك في شي امور تافهه بزاف. دونك انا غنعطيكم واحد لاستوس تقدروا ديروها من هاد لا سومين اللي غتدخل ان شاء الله. هي انكم تشدوا واحد الورقه بالستيلو وغتقيدوا فيها كاع الامور اللي كتشريو كيف ما كان، سواء صغيره قليله غاليه رخيصه، المهم قيدوا كل شيء. ابري غديروا لا كومباريزون ديال هذوك الحوايج اللي شريتو وتشوفوا اشنا هو لي امبورطون اللي خاصني ملزم انني نضيع فيه الفلوس، اشنا هما الحوايج اللي انا كنضيع فيهم الفلوس، يعني ماشي ملزم انني نضيع فيهم الفلوس. كاينين امور بحال مثلا الكرا والطوبيس والماكله، هادوك امور ما يمكنش انني ما نخسرش عليهم الفلوس، ولكن كاين شي حوايج اللي حنا كنضيعوا فيهم الفلوس على والو. تاني حاجه غادي ننصحكم بها هي تعلموا كيفاش تدخلوا الفلوس، تعلموا كيفاش تدخلوا الفلوس. هذه واحد الحاجه اللي غادي ننصحكم بها، واخا تكونوا صغار حاولوا انكم تعلموا كيفاش يكون عندكم واحد المصدر ديال الدخل. وهذا الشيء دابا راه ولا شي حاجه سهله بزاف. كاينين بزاف ديال لي زوبورتونيتي سور انترنت، يكفي انكم تعلموا واحد المهاره معينه وكتعاودوا تبيعوها كسيرفيس. نعطيكم اكزامبل بحال مثلا فاش نقول لكم تعلموا مثلا ديزاين ولا تعلموا البروغراماسيون ولا اي حاجه من هذه المهارات، راه كتخول انكم مثلا تقدموا لي سيرفيس اونلاين. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى تفهموا هاد العاده حتى هي وتطبقوها. دونك ندوزو للعاده الخامسه اللي هي نركزوا على الظروف اللي نقدروا نغيروها. كيفاش نركزوا على الظروف اللي نقدروا نغيروها؟ بحال مثلا فاش غادي نقول لك انا واحد الانسان ما كنعرفش نهضر باللغه الفرنسيه، هذا ظرف، ولكن واش يمكن لي نغيره؟ طبعا يمكن لي نغيره. الا انا خدمت على هذا الموضوع غادي نغيره. بحال مثلا نقول لكم انا واحد الانسان ضعيف وباغي مثلا نعمر الميسكولاسيون شي حاجه، واش هذا ظرف ما نقدرش نغيره؟ طبعا نقدروا نغيروه، حيت الا انا خدمت عليه غادي يتغير. ولكن كاين بعض الظروف اللي حنا ما نقدروش نتحكموا فيها، بحال مثلا الا شي حد مرض ولا شي حاجه ما يمكنش لي انا نداوي داك الشخص ولا نردو بخير ولا شي حاجه. دونك كاين شي حوايج اللي كيكونوا خارجين على الاراده ديالنا اللي ما نقدروش نتحكموا فيهم، ولكن في العكس كاينين حوايج اللي نقدروا نغيروهم. حنا نحاولوا نركزوا على الامور اللي نقدروا نغيروها، الامور اللي نقدروا نحسنوا فيها، الامور اللي نقدروا نوليو فيها الافضل. هذا الشيء اللي كنعنيو به بالعاده الخامسه، اللي حتى هي مهمه، واللي حتى هي الا طبقتوها في الحياه اليوميه ديالكم غادي تلقاو نتائج مزيانه. العاده السادسه واللي قبل الاخير هي نظام اداره الوقت. ضروري خاصنا نكونوا ناس كنظموا الوقت ديالنا. الا كنتي ما كتنظمش الوقت ديالك راه هادشي كامل اللي هضرت عليه في الاول ما غدير منه والو. دونك خاصنا ضروري ننظموا الوقت ديالنا، وطريقه سهله باش انكم تنظموا الوقت ديالكم. مثلا اليوم في الليل غادي ناخذ واحد الورقه غادي نحط فيها مثلا غدا غندير كذا وكذا وكذا وكذا، غنقسم كاع لي طاش اللي عندي في النهار وغادي نبدا كنتبعهم. مثلا الصباح غادي نفيق مع 6 غادي نصلي مثلا الفجر، غادي ندير مثلا هاد الحاجه وغادي ندير هاد الحاجه وغندير هاد الحاجه. دونك هنا كتلقى راسك راك عندك واحد البلان ولا عندك واحد البلانيفيكاسيون كتخليك انك دير الامور ديالك في النهار بشكل عادي، وما كتلقاش راسك راه عندك مشكل في لا جيستيون دو طون. دونك فاش كتنوض مع الصباح وانت عارفه شنو غدير، ماشي بحال شي واحد نايض ما عارفه شنو يدير وما عارفش حتى حوايجو فين كاينين. دونك راه لا جيستيون دو طون كتلعب حتى هي دور مهم بزاف. وصلنا للعاده السابعه والعاده الاخيره في الفيديو ديالنا، اللي هي مكسب. شنو كنعنيو بمكسب؟ هي اننا نقلبوا على الناس اللي غادي حنا نستافدوا منهم وهما ايضا يستافدوا منا. خاصك تكون ديما مع الناس اللي ديما كيفكروا بطريقه ايجابيه، الناس اللي كيعطيوك افكار جديده، الناس اللي كينصحوك دير حوايج زوينين، على العكس انك تقلب على ناس اللي عندهم تفكير سلبي، الناس اللي مثلا كيحبطوك تيبداو يقولوا لك لا راه ما غديرش هادي، انت ما غاديش تفرو في هادي. دونك هادو كيزرعوا فيك دوك الافكار السلبيه، وهادشي كيخليك ديما تبقى في نفس، يعني كتبقى ديما في نفس الدوامه ديال انك راه انسان فاشل وما غتوصلش. على العكس الا كنتي كتلاقى مع الناس بوزيتيف، مع الناس اللي كنصحوك، مع الناس اللي كيقولوا لك دير هاد الحاجه راه غادي تنفعك، دير هاد الحاجه غتمشي فيها مزيان، كيعطوك افكار جديده،
كتلاقى بناس جداد، هادشي غيخليك انك تكون عندك افكار جديده، وغتلقى راسك عامر بزاف ديال التجارب من خلال تجارب هادوك الناس اللي انت تلاقيتي بهم. دونك هذا فيما يخص العاده السابعه اللي كنتمنى تركزوا عليها. ما عمركم تفكروا في الناس اللي سلبيين، حاولوا تفكروا في الناس الايجابيين. وهنا كنساليو لا فيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو اللي كان عليه الطلب بزاف، وهادشي علاش درتها. واخا عندي واحد المشكل ديال لو طون انا، حيت عندي شويه ترو شارجي، دونك ما كنلقاش الوقت فين انني نحط لي فيديو جداد، ولا ما كنلقاش الوقت فين حتى نكتبهم ولا شي حاجه. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من النصائح، وكنتمنى انكم تطبقوهم، حيت راه ماشي بقات في انك هي تسمع لا فيديو ديالي ولا تسمع هاد العادات وصافي وتمشي. الحاجه اللي كنطالب بها انكم تبداو كتطبقوا فيهم، راه الا ما دزتوش لاكسيون راه ما عمركم غديروا شي حاجه. وما تنساوش تخليو ليا سبسكرايب، ديروا ليا شي لايك زوين بحالكم. باي باي.